أهلا بيكم. يا ترى ممكن تكون أحلى أيام حياتنا لسه جاية؟ النهاردة هنتكلم عن فكرة عبقرية لكارل يونغ بتقول إن الحياة بعد سن 50 مش النهاية، لأ، دي بداية أكتر فصل حقيقي وأصيل في رحلتنا كلها. والحقيقة إن ده مش مجرد كلام إيجابي وخلاص، ده مفهوم عميق جداً معناه إنه كل اللي عشناه السنين اللي فاتت كان مجرد بروفة، والعرض الحقيقي بيبدأ دلوقتي. كتير مننا لما بيوصل الخمسينات أو الستينات بيحس بقلق غريب كده، قلق صامت وإحساس إن في حلقة مفقودة. تفسير كارل يونغ للإحساس ده هو إنه غالباً بيكون بسبب القناع الاجتماعي أو البرسونا اللي قضينا عمرنا كله بنبنيه. القناع ده في الأول يمكن كان مهم، كان بيحمينا وبيساعدنا نتأقلم ونرضي اللي حوالينا، لكن مع الوقت الحفاظ على القناع ده نفسه بقى حمل تقيل ومرهق بيسحب من طاقتنا كل يوم. طيب، شكل القناع ده إيه في حياتنا؟ فكروا كده، كم مرة قلنا حاضر أو تمام وإحنا من جوانا عايزين نقول لأ؟ وكم مرة بلعنا رأينا وسكتنا بس عشان ما نعملش مشكلة؟ كل التنازلات الصغيرة دي اللي ممكن تبان تافهة في وقتها بتتراكم فوق بعضها لحد ما تبقى جبل على أكتافنا. كل موقف بنعمل فيه كده بيبقى زي خيانة صغيرة لنفسنا، ومع الوقت الخيانات الصغيرة دي بتستنزف روحنا وحيوياتنا بالتدريج. وخلونا نشوف قصة إلينا عشان الصورة توضح أكتر. إلينا طول عمرها هي القوية في عيلتها، هي اللي بتشيل كل الأزمات، لحد ما في يوم حد سألها سؤال بسيط: ومين بقى بياخد باله منك؟ إلينا معرفتش ترد. السؤال ده نزل عليها زي الصاعقة، واكتشفت إنها نسيت نفسها تماماً ورا قناع المسؤولة عن الكل. ولما بنعيش حياة مش شبهنا ده له تمن غالي، تمن جسدي وعاطفي. الموضوع عامل زي ما تكون بتجري سباق وانت رجليك متربطة في بعض، ممكن تتحرك بس هتوصل في الآخر منتهي ومستنزف تماماً. طيب، الحل إيه؟ إزاي نبدأ التغيير؟ أول خطوة والمفاجأة هنا إنها مش إننا نضيف حاجة جديدة لحياتنا، لأ، أول خطوة هي إننا نشيل الحاجات اللي ما بقاش ليها لازمة، اللي موقفنا في مكاننا مش اللي ناقصنا، لأ، ده اللي شايلينه زيادة عن اللزوم. والكلام هنا مش عن الناس وبس، لأ، ده كمان بينطبق على الآراء القديمة والعادات اللي بنعملها وإحنا مغمضين، والالتزامات اللي بنكمل فيها لمجرد التعود مش عشان هي فعلاً بتعبر عننا. زي ما كارل يونغ بيقول، إحنا بنوصل للنور مش بنتخيل أشكال من النور، لكن بإننا نخلي الضلمة واعية. ومواجهة كل الحاجات اللي متمسكين بيها دي هي بداية النور الحقيقي. ولما بنسيب حاجة كانت واخدة حيز كبير من حياتنا، طبيعي بنحس بفراغ. الفراغ ده ممكن يكون مش مريح وبيخوف، لكن مهم نعرف إنه مش نقص، بالعكس، دي مساحة فاضية بنجهزها عشان نزرع فيها حاجة جديدة وأصلية، حاجة شبهنا بجد. ولما المساحة دي بتفضى بنبدأ نسمع صوت الرغبة الحقيقية. في الشباب الرغبة دي كانت حاجة ملحة ومباشرة، لكن مع النضج بتتحول لوقود، وقود بيدينا شغف ومعنى للحياة، وده اللي بيحمينا من الركود العاطفي. وشوفوا حكاية روبرتو دي، كان عنده 68 سنة وحاسس إن خلاص القطر فات وإنه كبر قوي على إنه يتعلم يلعب ساكسفون، بس رغم كده قرر يبدأ. عزفه من الناحية الفنية يمكن ما كانش مثالي، بس كان مليان حياة، كان بيعزف بروحه، وده الأهم. وتغذية الشغف ده مش مجرد كلام معنوي، ده ليه أساس علمي وبيولوجي. يعني دراسة من جامعة لندن لقت إنه مجرد تعلم مهارة جديدة بعد سن 50 بيزود مرونة المخ بنسبة بتعدي 15%، ده غير إنه بيحسن المزاج ويبطئ التدهور المعرفي. طيب، عشان الشغف الجديد ده يكبر ويزدهر لازم نحميه بإيه؟ بالحدود. والحدود هنا مش معناها أسوار بنبنيها عشان نعزل نفسنا، لأ خالص، هي أشبه بأبواب إحنا اللي بنختار نفتحها لمين والإيه، وبنقرر إيه اللي يغذينا وإيه اللي بيستنزفنا. جميل جدا كل الكلام ده، بس الإلهام لوحده مش كفاية. زي ما يونغ قال: أنت ما تفعله وليس ما تقول أنك ستفعله. يبقى جه الوقت اللي نحول فيه كل الفهم ده لخطة عملية وواضحة. الخريطة دي مكونة من 5 خطوات. أولاً، جرد داخلي لمدة أسبوع، كل يوم 15 دقيقة نلاحظ إيه اللي حاسين إنه حقيقي في حياتنا وإيه لأ، من غير أي أحكام. ثانياً، قائمة التخلي، بالورقة والقلم نكتب العادات والالتزامات اللي هنبدأ نتخلى عنها. ثالثاً، استعادة الرغبة، يعني نخصص وقت كل أسبوع لهواية قديمة أو حاجة جديدة بتصير فضولنا. رابعاً، وضع الحدود، نكتب 3 حدود واضحة هنبدأ نحترمها فوراً. وأخيراً،
العزلة البناءة، نخصص وقت نكون فيه لوحدنا تماماً عشان نقدر أخيراً نسمع صوتنا الداخلي. أجمل حاجة في مرحلة الخمسينات والستينات هي إن الواحد ما بقاش مضطر يثبت أي حاجة لأي حد. تصرفاته وقراراته ممكن تكون نابعة بس من حبه لحياته ولنفسه. الخبرة هنا مش حمل، دي كنز بيخلينا نختار اللي شبهنا بجد. في النهاية التغيير الكبير مش بيحصل في يوم وليلة، هو بيبدأ بخطوة واحدة مقصودة، ودلوقتي الخريطة بقت في إيدينا. يا ترى إيه هتكون أول خطوة؟ شكراً جداً لمتابعتكم.